لو تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم من قلبك 3 في الصباح حفظك الله إلى المساء، وإن قلتها في المساء حفظك الله إلى الليل. 2 عند الخروج من البيت لا بد أن تتذكر بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ماذا يقول؟ يقول لك الملائكة هديت ووقيت وكفيت ولا يعترضك أحد. 3 الصلاة على وقتها، تأخير الصلاة فك للحصانة. الرجال جماعة والنساء في بيوتهن، ولذلك نلاحظ البنت اللي تأخر الصلاة والولد اللي يأخر الصلاة حياته متأخرة دائما، ودائما مهموم وموسوس وتعبان. الأمر الرابع أيها الأحباب بسم الله في لسانك عند خلع ثيابك، عند لبس ثيابك، عند قبل دخول الخلاء، عند الطعام، عند الشراب، عند إتيان الليل، حتى يكون الإنسان في حفظ وفي حرز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ستر ما بين أعينكم وأعين الجان قولوا بسم الله. منها أيضا قراءة آية الكرسي قبل النوم بصوت تسمعه وبقلب حاضر. بعضهم يتثاءب ونايم ويقول قريتها في قلبي، ويجيه الشيطان فيوسوس له فيه. ولا بد من القرآن أن يسمع. الله لا إله إلا هو تقرأها قبل النوم. واللي أخبرنا أنه لا يضرك شر ولا شيطان هو الشيطان نفسه، وقال الحبيب صدقك وهو كذوب.